سيف الرجال يقطع اخته. يلا هذا والله ابى اعلمك هذا حد امري. اما ان الله ما منازعنا الحياه منه والطيب والمرجله ولا تراها من الرجله انك توقف مع اختك في كبيرته وفي صغيره. والله غاويته من دله حتى اللي هي غاويه تمسكها تعال يا بنت تراش غاويه وترى كذا وترى كذا وتراها من النوع اللي الاولين ايش كانوا يقولون البنت تبي يقول اهلي يقول البنت ودايع الظفران وفرايس الذلان يا ولدي. قلت وش يعني يابا عدني صغير ما بعدني اعرف. قال فرايس ودايع الظفران كان لما راح الواحد يبي يسافر له ديره ولا يروح مكه ولا ما يدري من يودع بنته عشان ما ينقص عليها شيء. والله في شلها ولا يعلم فلان تعال يشوف من الظفر هو الرجال الكفو المطلق شروه من عندي. الرجال المطلق يروح يقول يا فلان ترى بنتي عندك تكفى انتبه لها. هذه ودايع الظفران. وفرايس الذلان يقول ما يفرسها ولا يهينها ولا يخبطها ولا يوجعها الا واحد دليل. والذل هو ماخوذ من الدليل. الله يجعلنا وياكم من الذلال. اللهم دليل لما جاك الواحد دليل لها فرس اخته ولا فرس مرته ولا فرس قام يخبطها ويخاص ضعيف ما لها لا حلو ولا قوه. الظفر اللي كفو حمر عيني شروه من عندي والله ما يخلي اخته ولو ثانيه وهي ذي حاجه. بالله والله اني معها غوى ولا اقدعنها غاويه يا طويل العمر دليتها الطريق وانها مقديه فانا معها وفي جنب. صحيح. محمد عندك اللي يقطع اخته ويكبها ما في خير. اي والله مرتها اكثر من خواتها. اي مرتك قدرها نعم. احترمها افزع معها حط على راسك مرتك احترمها وافزع معها سوي كل شيء زين معها لكن لا تقارنها باختك. ما مكان انا اشهد الاخت لها مكانه ذيك فوق. مرحبا زوجتك لها الحب والاحترام والتقدير وذيك لا ما حد يجيها. ترى